السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم اسماء شاور وفي فيديو جديد. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطاير القمر اللي انتوا شايفينها دي بنص كيلو من الدقيق بس، هتقدروا تعملوا بيها الجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد حلوة جدا، هتطلع معاكم طرية كده وعاملة زي القطن، هتعجبكم جدا ان شاء الله. تعالوا بينا بقى نشوف الطريقة والمقادير. بس لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هيكون عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم كده نص معلقة صغيرة من الملح. هقلب الملح كويس جدا في الدقيق، ومعايا كمان نص كوباية من المية الدافية. هحط في المية الدافية دي معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، وهنا السكر بينشط لي الخميرة. هسيب الخميرة على جنب شوية لحد ما تفور معايا وتعمل كده رغاوي. خلاص كده بتأكدت ان الخميرة بتاعتي شغالة وكويسة معايا. هتعملوا الخطوة دي لو انتوا مش متأكدين ان الخميرة بتاعتكم شغالة. اما لو متأكدين ان خميرتكم شغالة فهتحطوها على طول عادي على الدقيق. ضفت بقى كده نص كوباية المية اللي عليها الخميرة، وضفت كمان ربع كوباية من الزيت، ومعايا هنا كوباية الا ربع من اللبن. هبدأ اعجن كده واضيف اللبن كده بالتدريج لحد العجينة ما تتلم معايا. ممكن كمان تستبدلوا اللبن بشوية مية عادي جدا وهتنفع معاكم وهتبقى برضو حلوة. هعجن بقى كده العجينة كويس جدا لحد ما تتلم معايا وتبقى كده ناعمة، وتبقى برضو طرية بس ما تكونش بتلزق في الايد. انا بضيف لها كده اللبن بالتدريج شوية بشوية لحد العجينة ما تبقى مظبوطة معايا وتتلم بالشكل ده كده. خلاص كده هغطيها بقى كده واسيبها لحد ما تخمر معايا ويتضاعف كده حجمها. هتسيبوها نص ساعة او ساعة على حسب ما هتخمر معاكم وحجمها يتضاعف بالشكل ده. خلاص كده العجينة خمرت معايا زي ما انتوا شايفين كده. هشيلها بقى من الطبق اللي هي فيه بالشكل ده كده وابدأ الفها معايا كده رول على الرخامة. وهقطعها كده حوالي 5 قطع. حابين بقى تكبروا القطع عن كده او تصغروا براحتكم جدا. هاخد كل قطعة كده والفها على الرخامة لحد ما اكورها معايا وتبقى متساوية بالشكل ده. العجينة دي ممكن تعملوا بيها اي معجنات انتوا حابينها لانها هشة كده وعاملة زي القطن، بجد حلوة جدا وهتنفع معانا في معجنات كتير. بعد ما اكور العجينه زي ما انتوا شايفين كده هكون مجهزه معايا الصاج بتاع الفرن وادهنه كده دهنه زيت علشان الفطاير بتاعتنا ما تلزقش معانا في الصاج. انا بحط كده في الصاج بتاع الفرن علشان ياخد معايا كل الكميه مره واحده بدل ما اعمل كده صواني كتير، فبينجز معايا وبيبقى احسن. حابه تحطي في صينيه برضو هتدهني الصينيه كده دهنه زيت. هاخد الفطاير بتاعتنا بقى وبايدي كده وابدا اني افردها، بتتفرد معايا كده بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما افرد معايا الفطاير كده زي ما انتوا شايفين بسيبهم حوالي كمان 10 دقايق يرتاحوا كده ويرجعوا يخمروا تاني معايا. بعد ما سبتهم يرتاحوا معايا شوية كده هاخد بقى كل واحدة واحط لها كده معلقة من القشطة وابدأ ادهن وشها بالشكل ده. ما عندكيش قشطة يبقى هتاخدي كده وش اللبن المغلي وبرضه هينفع معانا. هدهن وشهم كلهم بالشكل ده كده، كل واحدة بديها كده معلقة. بعد ما ادهن وشهم زي ما انتوا شايفين كده بحط بقى على وشهم شوية جبنة موتزاريلا او جبنة رومي، اي نوع جبنة حابين تضيفوه ممكن تضيفوه على الوش. بعد كده هكون مجهزة معايا فلفل اخضر مقطعاه قطع صغيرة، ومعايا كمان طماطم مقطعاه قطع صغيرة بس شايلة القلب بتاع الطماطم علشان ما تنزلش معايا مية. عندكم فلفل الوان هيبقى حلو جدا، هتضيفوا فلفل الوان وهتستغنوا خالص عن الطماطم. حطيت بقى كده الفلفل والطماطم على وش الفطاير زي ما انتوا شايفين كده، وهكون مولعه معايا الفرن يسخن قبل ما ادخلهم كده بحوالي 5 دقايق. هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. بولع من تحت بس، واول ما ياخدوا لون حلو كده من تحت بولع لهم الشوايه من فوق لحد ما ياخدوا اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده كده، وخلاص يبقوا جاهزين معايا. بيقعدوا في الفرن كده حوالي 15 دقيقه مش اكتر من كده. هنا بعد ما طلعتهم من الفرن وبردوا معايا كمان وبقوا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. جربوا بقى كده وقولوا لي رأيكم، وبالهنا والشفا على قلبكم. هستنى تعليقاتكم الحلوة علشان تعليقاتكم بتفرحني جدا. متنسونوش كمان في اللايك بتاعكم الحلو علشان اللايك ده بيرفع معايا الفيديو وبيوصل لعدد كبير من الناس. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب يكون فاتكم بأي حاجة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.